طالب في تالتة ثانوي اخترع جهاز بيقيس جودة المية وبيعيد تكريرها وبيحل مشاكل الزراعة وبيوفر مية نظيفة بأرخص سعر. الجهاز ده مش بس عبقري، ده كمان سعره على القد وممكن يتصنع ب 300 جنيه وبس، ولو اتعمل بكميات كبيرة هيبقى أرخص كمان. ايه حكاية الجهاز ده وايه مميزاته، وممكن فعلا يحمينا من مشاكل سد النهضة ولا لأ؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معايا في الفيديو ده، بس تابع للآخر. شباب مصر فعلا عمرك ما هتلاقي ولا هتشوف في شطارتهم، دايما بيفاجئونا كل فترة باختراع ولا إنجاز بيقلب العالم كله وبيخلي كل الناس وكل العالم يتكلموا عنهم، حتى ولو إمكانياتهم مش سامحة. أصلهم لو عايزين حاجة هيعملوها، يعني هيعملوها. والدليل على كده اللي عمله عمر البحيري، طالب في تالتة ثانوي بس قدر يخترع جهاز يخلي العالم كله يتكلم عنه. الجهاز فكرته مش لازم تكون جديدة، بس الشطارة إن عمله بأقل الإمكانيات. الجهاز ده بقى بيقدر يراقب جودة المية وبيعيد تكريرها، عشان كده كسب بيه جايزة كبيرة على مستوى الوطن العربي وإفريقيا، وحصل على المركز الأول في معرض انتل للعلوم والهندسة ISEF. عمر شرح فكرته لموقع سكاي نيوز عربية وقال إن الجهاز بيتركب على مدخل البيت وبيفحص المية ويعرف إذا كانت صالحة للشرب ولا محتاجة تتعالج، ولو محتاجة تتعالج يقدر يعيد تكريرها. عمر قال كمان الجهاز بيشتغل على إنه يوجه المية ويعرف حالتها، ولو المية محتاجة فلترة بيحولها على الفلتر، ولو المية مش نافعة خالص ومحتاجة معالجة الجهاز بيجهزها علشان تتعالج. طبعا زمانك بتقول دلوقتي جهاز ده فين وهنلاقيه فين؟ أكيد اتكلف آلاف الجنيهات على الأقل. بس بالعكس، عمر قال إن الجهاز مش غالي وممكن يتعمل منه نسخ رخيصة جدا، وكمان ممكن نطوره بخدمات أكتر وتكنولوجيا أعلى وبرضه هيكون أرخص. وقال إن توجيه المية ومراقبتها مش هيكلف أكتر من 300 جنيه، ولو اتعمل منه كميات كبيرة في مصنع سعره هيبقى أقل بكتير. وكمان أضاف وقال إنه استخدم برامج متطورة علشان ينفذ الفكرة. مش بس كده، الجهاز ممكن يتصنع في مصر بأدوات بسيطة موجودة، حتى الحاجات اللي بنستوردها متوفرة في السوق المصري، وممكن نستخدم الجهاز ده في البيوت والمطاعم كمان، يعني مش هنحتاج مبالغ ضخمة علشان نقدر ننتجه. بس الميزة الأكبر في الجهاز ده إنه ينفع في الزراعة كمان، لأن في محاصيل بتبوظ بسبب إن المية مش مناسبة، سواء علشان فيها تلوث أو نسبة ملوحة عالية. بس الجهاز ده حل المشكلة، وده لأنه بيقدر يتحط على أنبوبة المية وبيقيس إذا كانت المية مناسبة للأرض أو للمحصول، وكمان بيكون معاه شاشة المزارع واللي بيقدر يبرمجها حسب نوع المحصول والأرض. ولو المية مش مناسبة في الوقت ده الجهاز بيدي إنذار للمزارع إنه ما يرويش دلوقتي ويستنى لما تكون صالحة أكتر، فبالتالي بيحافظ على الزرع من إنه يتلف الجهاز. كمان بينفع مع المية الجوفية وبيساعد في ري الأرض بطريقة آمنة. عمر في الآخر قال إنه مستني براءة الاختراع علشان يقدر يسوق الجهاز علشان يتعرف أكتر ويتصدر كمان. حلم عمر إن يدخل كلية الهندسة ويشتغل على تطوير النوع ده من الأجهزة، خصوصاً إنها سهلة تتصنع ورخيصة جداً. ودلوقتي قول لنا رأيك إيه في جهاز تكرير المياه اللي عمله عمر البحيري.